برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الثلاث، واتكلمنا النهاردة في حلقتنا ان احنا هنركز على موضوع تغيرات المناخية او تغير المناخ، وبيأثر ازاي على كتير من الموضوعات ويعني المشروعات، من ضمنها الأمن الغذائي. طبعا المية او تغير المناخ بيأثر على المحاصيل الزراعية. هل ده بيأثر بشكل كبير؟ بيأثر على الإنتاج؟ كل ده هنعرفه النهاردة من خلال لقائنا مع ضيفنا في استوديو صباح القاهرة، مع دكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية. دكتور برحب بحضرتك في صباح القاهرة، أهلا بيك. اهلا وسهلا. الحقيقة يا دكتور، التغيرات المناخية أثرت على العالم كله، يعني مش في مصر بس، فموضوع إن احنا يعني تأثر علينا على المواد الغذائية بقى اللي هي بالنسبة لنا المحاصيل الزراعية. أكيد مصر مش هي لوحدها اللي بتواجه هذا الموضوع، العالم كله، ولكن احنا خلينا نتكلم على مصر. حضرتك عرف لنا الأول المناخ إزاي بيأثر على الزراعة. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. حضرتك الموضوع ده من اخطر الموضوعات اللي على الساحه الان، لان هي بتمس كل طبق في كل بيت، لانه امن غذائي. فبالتالي احنا بنتكلم على قضيه عالميه. هذه القضيه اسمها قضيه تغير المناخ. احنا عارفين ان حصل ارتفاع في درجه حراره ملحوظ جدا، لذلك قمم المناخ المتتاليه والمتتابعه الطول الاخرى تنادي ان احنا نخفض، او الدول الكبيره الصناعيه تخفض الانبعاثات ونوفر اساليب للتكيف مع هذه الظاهره. تمام. فازاي الظاهره دي بتاثر على النبات؟ النبات ده كائن حي. اكتر حاجه تتاثر بالعوامل المناخيه الكائن الحي، سواء نبات او انسان او حيوان. كويس. حتى الاسماك في البحار تاثرت. تمام. فبالتالي احنا بنتكلم نقول ارتفاع في معدلات. اول حاجه ارتفاع من ضمن التداعيات، ارتفاع في معدل درجه الحراره. معدل درجه الحراره ده بيأثر على كافه مناحي الحياه. تمام. حتى العامل الزراعي او اللي بيقوم بالعمليات الزراعيه، عدد ساعات العمل عنده بتقل، لانه ما يقدرش يشتغل 8 ساعات او 9 ساعات متواصله تحت اشعه الشمس المباشره دي. فما بالك اللي هو حضرتك اللي بيقوم بالعمليه الانتاجيه نفسه او القائم عليها تاثر. هل النبات مش هتاثر؟ هتاثر. النهارده اول تاثير بنتكلم على تغيير في مواد الزراعه. مواد الزراعه اتلخبطت خالص نتيجه تغير المناخ. كان عندنا خريطه زمان معروفه، بقمح كذا، الفول في الزرع في يوم كذا، القطن كذا. صح. فحصل المواعيد السنة. فاول ضربه جت لنا في تغيير مواد الزراعه. تغيير مواد الزراعه يبقى تغيير ظهور المنتج في السوق، دي لخبطه. صح. طيب الميعاد الزراعه اتغير. عاوز انا كدوله ابدا اشتغل ان انا اوجه البحث العلمي يشتغل، والحمد لله شغالين. ويعني عملنا تقدم في النقط دي كتير جدا، ان احنا نعمل خريطه زراعيه جديده طبقا للمستجدات. تمام. طيب ميعاد الزراعه، طبعا الاصناف عندي اللي كانت موجوده اتأثرت. مش هي كل الأصناف بس المواعيد. كمان الأصناف. أول نقطة مواعيد. تاني نقطة الأصناف نفسها. كان عندي أصناف بتدي إنتاجية عالية. نتيجة ارتفاع الحرارة بدأنا نعمل إحلال واستبدال وإبدال وإحلال في الأصناف، ودخلنا أصناف تانية تتحمل هذه الإجهادات. تمام. النقطة الثالثة الخطيرة، إن أنا يبقى عندي ضغط على المياه وحصتي من المية. ارتفاع الحرارة معناه إن أنا أدي للنبات كميات مية. سواء إحنا بنشوف التغير المناخ مش ارتفاع حرارة بس، بنقول عليه إيه؟ اكستريم ويذر ايفنتس، اللي هو الطقس المتطرف. ان احنا مش عارفين احنا في انهي موسم او انهي فصل. احنا في خريف. كنت لسه هسأل حضرتك، يعني كده في بعض من المحاصيل الزراعية اللي احنا بنشوفها في الصيف، او مثلا الفاكهة او الخضار بنشوفه بيبقى صيفي وفي شتوي، هل ده هيتغير؟ حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم على طبعا هيبقى في عندي تغيير، لخبطه شويه، في لخبطه. اللخبطه دي بس عاوزين ما نجنحش قوي. ليه؟ لان في حاجه اسمها احتياجات مثلى لكل نبات. احتياجات المثلى دي لازم ياخدها. طيب خلينا الاول نكمل النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها، اللي هي موضوع الاصناف. الميه بعد الاصناف دخلت، يبقى ثالث او اول تداعيه تغيير المواعيد. تاني حاجه الأصناف اللي كانت بتعمل انتاج كتير. بعد كده الميه اللي اخطر حاجه بالنسبه لي، درجه الحراره الزياده، فهنحتاج ميه. فبالتالي زي البني ادم بيعرق، النبات بينتح بيطلع ميه، البخر اللي طالع من التربه بالزبط. دي ثالث حاجه. الاخطر من كده كمان تملح التربه نتيجه ارتفاع مستوى سطح البحر. الاراضي هتملح. الثلج اللي بيدوب في القطبين بينزل في البحار والمحيطات، وفي الاخر بيزود منسوب الميه. منسوب الميه ده ينزل على الاراضي الخصبه. عندنا في بعض المناطق في البحيره والدهليه والمناطق المعرضه للغرق، ده ارتفاع مستوى سطح البحر. فدي تداعيات. كمان التداعيات اللي جايه اللي هي
انتشار امراض وحشرات ما كانتش موجوده عندنا في الساحه المصريه، ظهرت عندنا امراض وحشرات ما كانتش موجوده من سنين، وبدات تظهر عندنا امراض جديده وحشرات جديده. الاخيره اللي هي نقص في الانتاجيه بقى. لما انا اتعرضت لكل ده في الاخر بشوف يبقى انا عندي غيرت المواعيد، غيرت الاصناف، غيرت الميه زادت وقلت، عندي امراض وحشرات. يبقى في الاخر بنقول ايه؟ نقص في انتاجيه القمح 15%، نقص في انتاجيه الذره 16%، نقص في الرز 17%، القطن مش عارف كام، الذره 22. يبقى كل الاصناف، الزيتون بقى له كام سنه ما فيش انتاجيه، المانجا كذلك. يبقى تغير المناخ قضيه عالميه تاثر على كل مناحي الحياه. نقدر نعمل ايه؟ عندنا اساليب كتير ان احنا نواجه الظاهره، لكن الى حد معين. يعني انا عندي اقدر اواجه الظاهره باساليب علميه. الى الان مصر بفضل الله قادره تواجه وتجابه، لكن لازم الحنفيه من فوق تتقفل، اللي هو الغازات المتصاعده دي عشان نرجع ل1.5 درجة قبل الثوره الصناعيه. وبعدين الدول اللي هي المتسببه في الظاهره تمنح الدول المتاثره وبين عندها التاثير ان هي طرق للتكيف. انا عاوز اطلع اصناف وهجن عشان اواجه المستقبل، اعملها منين؟ عاوز ما انا كانت اصنافي مكفياني وانتوا وشغال المتسببين فيها، وانت صح؟ ضربتها لي. الميه كنت بدي احتياجاتي من الميه، انت زودت درجه حراره فالبحر زاد، الميه دي راحت ونزلت امطار في بلاد تانية مش عندي. فبالتالي انت لازم ايدك في ايدي، لان انت في الاول وفي الاخر كلنا عايشين في غلاف جو واحد. يعني هو اذا كان هو متخيلين ان التاثير لا هو وصل لهم، مش هيتأثر. لا عندهم دلوقتي بدا عندهم، احنا بنشوف جفاف وعندهم عصير وعندهم فيضانات وعندهم ظواهر طبيعيه كانت اثار كتيره نتيجه مدمرة. تغير المناخ. فالفكره عشان نبقى الساده المشاهدين فاهمينها، تغير المناخ بيأثر على المحاصيل، بيأثر على المحاصيل. هو اذا كان بيأثر على البني ادم اللي بيقوم بعمليه الزراعه، مش هيأثر على النبات اللي اكيد هيأثر طبعا بشكل كبير. تمام. طيب ده بالنسبه للمناخ ازاي بيأثر على الزراعه. حضرتك فصصت لنا الموضوع وقلت لنا بالتفصيل انه في حوالي 4 أو 5 عوامل. ده باختصار جدا. اكيد في حاجات اكتر من كده. طيب احنا بالنسبه لنا احنا هنا في مصر، المشروعات القوميه الكبرى مثلا والتحديات، احنا عندنا في الفتره الاخيره تم زراعه 1.5 مليون فدان عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي من موضوع القمح، لانه بعد حتى التغيرات المناخيه حصلت ازمات بين الدول وبين بعضها زي الحرب الروسيه الاوكرانيه، واللي نتج عنها مثلا انه انحسار بالظبط القمح. احنا كنا مستورد الاول على مستوى العالم للقمح، بما ان احنا بنستهلكه كتير. احنا دلوقتي لازم يكون عندنا اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه كمان، مثلا زي القمح خاصه بالزراعه. انا ببص لها الاول من وجهه نظر مناخيه قبل من وجهه نظر امن غذائي. تمام. الوقت احنا عندنا كان حجم التعدي على الارض الزراعيه اثناء الثوره او بعدها بفتره. نقطه خطيره فعلا. الاراضي الخصبه اللي بتنتج المحاصيل الاستراتيجيه بقت حجاره او بقت حوائط اسمنتيه. فالدوله بفضل الله يعني اتجهت ان احنا نتوسع في المشروعات الكبرى. اولا ببص لها من ناحيه المناخ، ان انا بعمل اعاده توازن للمناخ مره اخرى، لان الارض الخضراء دي هي بتاخد ثاني اكسيد الكربون وتطلع لنا اكسجين فبنتنفس، تبقى الصحه العامه عند المواطن كويسه. طيب نلحق زرعنا، اتجهنا لزراعه 1.5 مليون فدان، عملنا 100,000 فدان صوب. في مشروعات كتيره تشكى الخير، مشروعات كتيره جدا. اتجهنا للطرق، تيسير الطرق دي طريقه من طرق التكيف مع تغير المناخ ممتازه جدا، تقللي من الانبعاثات. فالمشروعات دي ببص لها الاول من ناحيه المناخ، ممتازه جدا من ناحيه المناخ، ان انت تتجه للطاقه الجديده المتجدده، تتجه لزراعه الاراضي الجديده وتخضري الارض بحيث يدي اكسجين نقي للمواطن يتنفس، ما تبقاش الصحه متاثره. النقطة الثانية بقى اللي أنا حضرتك بتسأل عنها، الأمن الغذائي. طبعا احنا قلنا في أراضي كتير راحت اللي كانت بتنتج القمح والذرة والرز، بقت حوائط أسمنتية. فالنهاردة لما أنا بقول عندي 1.5 مليون فدان، عندي 100,000 فدان صوب، ده بعمل إعادة توازن للأمن الغذائي المصري مرة أخرى. لما أنا يبقى عندي تشكى الخير والنخيل المنزرع فيها، يبقى أنت عندك توازن بين مثلا المشروع الجديد مستقبل مصر، توسعي في زراعه بنجر السكر وتوفر السكر للمواطن، تزرعي القمح وتحاولي تقللي الفجوه بين الاستيراد والتصدير من القمح. فبالتالي ان احنا عندنا مشروعات قائمه بفضل الله ان شاء الله، يعني باذن الله لو المعدل مشي بالطريقه دي باذن الله، يعني خلال فترات قصيره مش هنلجا للدول والاستيراد كل المحاصيل، حتى يبقى عندنا محاصيل نقدر نصدرها فائض منها ونجيب اللي احنا نحتاجه.
تمام. ونتجه لزراعه بعض المحاصيل اللي هي الغير شرهه للمياه، زي ما ست الرئيس قال اخر حاجه اللي هو الجوجوبا، وان احنا نستخدمه ونزرعه في الاراضي اللي هي الهامشيه او الاراضي اللي فيها نسبه تملح، بحيث ان انا استفاد بيها واقدر اجيب المنتج اللي الدوله محتاجاه. طب حضرتك ذكرت القمح والبنجر السكر، في محاصيل زراعيه اخرى زي الرز مثلا، بس هي مشكله الرز ان هو بيحتاج ميه كتير. لا، ما هو حضرتك الدوله شغاله بقى، ده الشغل العلمي الصح، ان احنا عندنا الاصناف القديمه في الرز اللي كانت بتقعد 6 شهور في الارض دي خلاص ما بقاش موجود. الدوله اشتغلت والبحث العلمي طلعنا اصناف قصيره تاخد كميات مياه قليله وفتره قصيره. يعني مثلا محصول الرز مثلا الدوره بتاعته 120 150 يوم الاصناف الجديده. فالاصناف دي بنحاول نكترها ونشتغل عليها وتبقى عامله توازن مثلا، توازن وتوفير للمياه، ان انا ما يبقاش عندي ضغط على حصه من الميه، وزرعت مساحه الرز لتكفي المواطنين. طيب عايزه اسال حضرتك حاجه بالنسبه لمركز البحوث الزراعيه، ايه المعايير اللي مثلا حضراتكم بتجربوا اصناف جديده بتبقى متناسبه مع البيئه خلاص اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي، موضوع ندره المياه شويه، موضوع التغيرات المناخيه والكلام ده، الابحاث الزراعيه نفسها يعني بتقوم على مثلا نتكلم على محصول الرز، حضرتك قلت ان في انواع جديده ما بتستهلكش ميه كتير، بيتجرب ازاي؟ يعني مثلا ممكن يكون مفيد للانسان ازاي؟ يعني هل الانواع دي ممكن تكون مفيده ولا غير مفيده ولا او صحيه اكتر؟ يعني عايز اعرف ازاي العمليه العلميه بتقوم. طبعا في حاجه اسمها برامج التربيه. بمعنى برامج التربيه دي معهد بحوث المحاصيل، قسم الرز او قسم الذره او قسم القطن او قسم اي القمح، قسم من اي قسم من الاقسام آه. عنده برامج تربيه. برامج التربيه بيقعد يشتغل على الجينات، الجين اللي جاي من صنف واحد ياخده مع الجين الصنف 2 ويطلع في الاخر صنف 3، ده يبقى فيه كل المواصفات الكويسه، بينتقي المواصفات الكويسه تحسين وراثي. يعني بنتقي الصفات الكويسه في الصنف ده وبنتقي الصفات الكويسه في الصنف ده واحطهم في الصنف الثالث ده اللي يقدر يقاوم مثلا الاجهاد الملحي او الاجهاد الحراري، او ان انا اقدر ازرعه في اراضي رمليه. ده اسمه دي بالنسبه لكم تعتبر هي التجربه؟ دي التجارب وتقعد بقى عشرات السنين، يعني مش يوم وليله، لا ده عشرات سنين، هو شغال على طول البحث العلمي كل يوم على طول. تمام. كل يوم لان انت عندك كل يوم في مشاكل. يعني عاوز اطلع صنف مقاوم للامراض، صنف مثلا اصناف القمح مثلا عندنا الصدى الاصفر، الصدى الاصفر ده مثلا في اصناف ما كانتش مقاومه، فانا بدور على الجينات اللي موجوده في الصنف ده انقلها الصنف ده بحيث لما الصدى الاصفر يجي المرض ده ما يصيبليش المحصول ده او الصنف ده. فبالتالي العمليه طريق شغاله عن طريق البحث العلمي عن طريق التربيه، ان انا اطلع احسن الاصناف وتديني اعلى انتاجيه. حضرتك لو بصيتي مثلا على مصر من فوق بالنسبه لانتاجيه بعض المحاصيل مثلا زي الذره زي القمح القطن، تلاقي اعلى انتاجيه من خلال وحده المساحه في الاصناف المصريه، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم القياده السياسيه ثم البحث العلمي. تمام. طيب مركز البحوث الزراعيه نفسه، المكان والناس اللي بتشتغل فيه، ايه الاحتياجات المفروض مثلا انتم محتاجينها؟ التكنولوجيا الحديثه، هل احنا تطورنا في البحث العلمي بالنسبه الخاصه بالزراعه، ولا محتاجين مثلا اجهزه اكتر، محتاجين تدريب اكتر؟ حضرتك شايف المنظومه ممكن تبقى مكتمله في يوم من الايام ازاي بالنسبه للبحث العلمي، لان الزراعه مهمه؟ البحث العلمي كل يوم عاوز جديد، كل يوم في العالم حاجات جديده، فاحنا محتاجين نشوف اكتر، وعندنا الحمد لله في زيارات وفي زيارات متبادله، لكن كل يوم في محتاجين، كل الباحث محتاج بحيث ان هو يطور من نفسه، يطور من فكره، يتعاون مع ناس من دول الخارجيه بحيث ان هو يبقى عارف الدنيا رايحه فين عندهم وعندنا، بحيث ان احنا نطور ونتعلم. التدريب مطلوب على طول، الزيارات الخارجيه مطلوبه، بحيث ان الباحث الزيارات الميدانيه بحيث الباحث يبقى شايف هم وصلوا لفين، واحنا نبدا ما نبداش الاول، لا نبدا من اخر الزيارات الخارجيه. تمام. فبالتالي ان العمليه الباحث محتاج كل يوم، محتاج هو اصلا يشتغل على نفسه ويقرا ويتعلم ويشوف ويتابع، ولما يتطلب الامر ان هو يسافر يشوف يبقى يسافر. لكن طب والاجهزه بتساعدكم ولا المفروض في اجهزه حديثه والتكنولوجيا الحديثه برضو وصلنا بيها لحد فين؟ يعني انا هتكلم على المكان اللي انا فيه، احنا كرصد مناخي مثلا عندنا بفضل الله المحطات اللي احنا بنرصد من خلالها البيانات بتاعه الارصاد
والمتوزعه على مستوى الجمهوريه، ونوزعها على المناطق المركز البحوث الزراعيه، كل المحطات، بحيث اي باحث عاوز يشتغل بيبدا يشتغل على البيانات دي ويحولها من رقم بنقول عليه ايه صلب ملوش يعني رقم لمعلومه للمزارع تفيده. ان انا باخد بيانات الارصاد دي واحولها، انت هتروي امتى، هتسمد امتى، رش النهارده او ما ترشش، بحول الارقام لمعلومات. تمام. المعلومات دي بتروح للمزارع كل يوم. احنا عندنا في الوزاره زي غرفه عمليات، كل يوم توصيات بتنزل للمزارع، سواء مسموعه او مقروءه او مرئيه، خلال شبكات التواصل او القناه الزراعيه عندنا، او في رسائل SMS بتوصل للمزارعين. ايوه، انا كنت لسه هتكلم مع حضرتك بقى عن مشاكل المزارعين. هم دايما هو المزارع دايما كان في حاجه زمان احنا كنا بنشوفها، يمكن احنا متعودين عليها، اكيد في حاجات حديثه المفروض تحصل اكتر، اللي هي الوحده الزراعيه بتبقى موجوده في كل قريه او مدينه زراعيه. كان بيبقى فيها مثلا مرشد زراعي المرشد الزراعي يقول لهم الاسمده الفلانيه، الافات، مش عارفه ايه، لانه طبعا اكيد مش كل يعني اهالينا الفلاحين والمزارعين بيبقوا عندهم العلم قوي، ولكن محتاجين التوجيه. في منهم خلاص عارف بالممارسه، ولكن في منه محتاج التوجيه. هل ده موجود بشكل كبير؟ والمشاكل اللي بتقابلكم معاهم مثلا، يعني ممكن هل الموضوع ده حضرتك لمسه ولا لا؟ كنت في مزرعه قريب خالص، فالزيتون في مشكله، فالزيتون بتكلم عن بخيت، بقول له عم بخيت الزيتون، قال لي تغير مناخ يا بيه، ولا نعرفه ولا فهو دماغ الراجل في الغيط عارف ان الازهار وقعت، ان الحراره ارتفعت فالزهره وقعت. فهو بدأ يعني حضرتك كان من قبل كوب 27 اللي هو كانت المعلومات عن او الاعلام، يعني العمليه كان في بعض المزارعين مش عارفين، لكن احنا عملنا دوره تدريبيه مكثفه للمزارع من خلال الاعلانات بتاعه الخاصه بقمه المناخ. كل ما اي مواطن يفتح تلفزيون قمه المناخ وتغير المناخ، فالمزارع بدا ياخد وعي ايه الموضوع، فبدا يعي ان في حاجه اسمها، اللي ما كانش واصل له الفكره ان في حاجه اسمها تغير مناخ، والتغير المناخ ده بيأثر على الحياه العامه والزراعه و فبالتالي النهارده مش هنقول المعلومه بتوصل ل 100%، لكن ساعدتنا برضو بعض وسائل التواصل، ان حضرتك النهارده في برضو ندره في المرشد الزراعي زي ما حضرتك كنت بتقولي كده، في ما فيش يعني موجودين في الوحده او قليلين، فبنحاول ان احنا بقدر المستطاع عندنا توصيات بتتنشر يوميا على القناه الزراعيه، ودي طبعا معموله خصيصا بديله للمهندس الزراعي. فبتلاقي مثلا مزارع القمح في منطقه الدقهليه، مزارع الزيتون في البحيره، التوصيه نازله له مخصوص كانه هو بيسمعها رايحه له الرساله. بالاضافه ان في خطوط ساخنه موجوده بقى، اللي عاوز يتصل بيتصل، عنده مشكله بيقول يا جماعه انا عندي مشكله، وبنبدا نحاول نحل له مشكلته. ايه اكتر المشكلات اللي بتجيلكم، يعني اللي انتوا لامسينها المشكلات مؤخرا المشكلات مثلا في بعض الحشرات موجوده، ازاي ان انا اكافحها، بتبقى جديده عليه، مثلا دكتور حشد الجياشه دي حشره وافده علينا جديد من 2 أو 3 سنين. الحشره دي لسه ما فيش فاهمينها قوي بعض المزارعين ازاي يتعامل معاها ويعالجها ازاي. ففي دي اتصال مثلا الزيتون مثلا ظهره بيقع بيه، احنا هنعمل ايه؟ طب اروي، سمد، مش عارف، حط كذا. بتيجي مثلا النهارده تغيير مواعيد الزراعه، زي محصول زي القطن كنا بنزرعه في شهر مارس، طب انا اتاخر شويه ولا استنى؟ لا، الحراره لسه عاليه، اصبر شويه، ما ينفعش تزرع دلوقتي، انتظر لما نقول احنا درجه الحراره تسمح دلوقتي لزراعه محصول القطن، ابدا ازرع. محصول زي الرز دلوقتي بتيجي لنا بعض الناس الميه سخنه على النبات، لا غير الميه بسرعه، ما تسيبهاش سخنه في منطقه الجذور بحيث النبات ما يتحرقش ويموتش منك. فكل يوم في مشكلات جديده. انت حضرتك الزراعه زي البيبي اللي في البيت، انا لازم عيني عليه على طول، ما ينفعش، مش كبير عارف يعبر عن نفسه. فالنبات انا لازم عيني عليه 24 ساعه. الفلاح مثلا ابسط حاجه امبارح حد اتصل علينا، ارض الزرع اللي هو اللب البطيخ او الارض غرقت مره واحده، بتعمل ايه؟ مش عارف، الحق بسرعه، حاول تنشف الارض بتاعتك، شغل الصرف، انتظر 48 ساعه، مش هنعمل اي اجراء الا بعد 48 ساعه. لو حصل خناق ولا اي حاجه في اختناق في الجذور نتيجه ارتفاع الميه في الارض، نبدا نعالج لك المشكله. لكن تليفونات ما بتبطلش، خطوط الوزاره شغاله على طول،
طول بنوصي القناه الزراعيه توصيات كل يوم في اكتر من مجال، ما بنسيبش حاجه بنقولها، حتى الانتاج الحيواني الانتاج الدجيني المعلومات بتوصل للمربيين. تمام. يعني حضرتك لامس انه في من الفلاح المصري او المزارع اسئله على طول وبداوا يعني يستفسروا عن بعض المعلومات. هقول لحضرتك حاجه، كان الاول مشكله التغير المناخي دي كان المواطن بصفه عامه او المزارع واخدها كده فانتازيا، ده رجما بالغيب، انتوا احنا هتقروا الغيب. لما هو عرف ان هو علم وعرف ان هو اثرت عليه محصول شخصيا. القمح نزل في الانتاجيه، محصول الذره نقص في الانتاجيه. طب انا بزرع في الميعاد ده وكنت بزرع فيه قبل كده وما حصلش انبات او حصل هدر في البذور، ايه المشكله؟ بدا يرجع وبدا يسال هو ايه الموضوع؟ انا يا جماعه بعمل كل حاجه زي ما بعملها كل سنه، الانتاجيه نقصت. لا يا باشا، الميعاد اتغير، السياسه الصنفيه اتغير، الصنف اللي انت بتزرعه ده ورثه ابا عن جد، خلاص اركنه. الوزاره طلعت اصناف جديده وطلعت حكومه جديده، طلعنا توصيات انك تزرع الصنف ده توديه في حاجه اسمها سياسه صنفيه او خريطه صنفيه كده للاصناف الدوله عاملاها. في اصناف تتزرع في وجه بحري واصناف تتوجه في حسب التربه، مش انت بمزاجك تاخد الاصناف. لا، يعني مثلا المانجا ده محتاج الاراضي. هو يعني الحكايه مش في المانجا. المانجا بتزرع لها مجال كتير بتزرع فيه، اسماعيليه والواحات حسب ليه الصنف، دايما المناطق الصحراويه حسب الصنف اللي انا ما انا فاهمه، بس هي دايما المانجا بتبقى في الاراضي الصحراويه. هو عامه الاراضي حسب المحتوى الجذري، الاراضي المحاصيل دي ما بتحبش الخنقه اللي هي بتاعت الاراضي الطينيه. الطمي. لكن لما نيجي نتكلم على السياسه الصنفيه مثلا، انا ببقى هنا اقصد قوي خاصة في محاصيل الحقلية اللي هو القمح والذرة والفول والبرسيم والمحاصيل دي. بتبقى الدولة مركزة قوي على السياسة الصنفية. احنا لما نيجي نتكلم بقى الأصناف اللي هي فاكهة والكلام ده، في حاجة اسمها احتياجات حرارية واحتياجات برودة لأشجار الفاكهة. فما ينفعش أنا أروح أودي صنف واحد ما بيعرفش ياخد احتياجاته من البرودة في الواحات البحرية أو سيوة. الصنف ده مهما تزرعه هناك هيدي لك مجموع خضر، ومش هيدي لك ازهار ولا ثمار. يعني ممكن تروح مثلا في منطقه زي الواحات بعض اصناف الزيتون تلاقي الشجره ممكن قد الاستوديو ده ومش عليها ثمره واحده. ليه؟ لان هي ما تعرفش تستوفي احتياجاتها من البروده في المنطقه دي. لذلك بقول لك الالتزام بالسياسه الصنفيه ان الدوله قايله لك عليه، لان الدوله قالتش كده من فراغ. ازرع حاجه في الحته الفلانيه، هي قايله بناء على البحث العلمي اللي استمر عشرات السنوات، ان انا عشان اقول لك صنف جميزه ده يتزرع في الدهليه، ما تروحش انت تزرعه في الفيوم. ليه؟ لان انت بتعمل صنف كمان. صنف الصنف ده بنقول لك ازرعه في الدهليه، يبقى تزرعه في الدهليه. لان انت اولا المنطقه غير المنطقه بتكسر لي صفه المقاومه، انا مطلع الصنف ده مقاوم للمرض، فانت بتروح تحطه لي هناك يبقى عرضه للاصابه، لان ده مش ظروفه. تكسر لي صفه المقاومه في الصنف. بصفه عامه بقى يضرب كل المحصول او الصنف ده على مستوى الجمهوريه باجراء خاطئ من مزارع لعدم اتباع التعليمات. لما اقول لك النهارده مثلا درجات الحراره المرتفعه دي ما ترويش اثناء الظهيره لان الحراره مرتفعه، والمزارع يشغل الميه ويجي يقول الازهار وقعت. في حاجه اسمها فسيولوجيه في النبات، النبات في وقت معين كده بيريح فيه، بيقيل، ما تقربلوش زي ما الانسان برضه بيريح. ما هو كائن حي. انت تعالى الصباح الباكر اروي، اخر النهار اروي. الفتره دي في الجو اللي احنا فيه ده، ولا تشتغل موتور رش ولا تقول هرش مبيد للمكافحه. انت هترش ماده كيماويه على واحد وشه فيه جرح، حراره عاليه جدا، وهترش عليه مبيد، فالزهره تقع او الورقه تتحرق وترجع تاني تصوت تقول لي المحصول حصل فيه مشكله. فالالتزام بالتوصيات والتعليمات مهم. اول طريق للنجاح والوصول لاعلى انتاجيه. فاحنا بنتكلم على تغير مناخ، الجو اتغير، الدنيا اتغيرت، يبقى يجب عليك ان انت تسمع الكلام. يجب عليك انك تشوف الدوله بتقول لك ايه، والاصناف اللي الدوله منزلاها سواء هجن خضار او اصناف محاصيل حقليه قمح او ذره او قطن او غيره. الاصناف اللي بقول لك عليها في الزيتون والمانجا والتفاح والحاجات دي في حاجه اسمها احتياجات بروده. ما ينفعش اجيب اصناف بتاعه مثلا منطقه اسماعيليه واديها منطقه زي اسوان فيها حراره عاليه، الصنف ما يحتاجش ما ياخدش احتياجاته من البروده. وبالتالي دي عمليه بنقول عليها انك تبقى ذكي، ان انا ابقى مشغل مخي ومفتح عيني 24 ساعه. التغيرات المناخيه بنقول عليها ما تقدرش تغمض عينيك.
تمام هي مظبوط. ده المصطلح اللي يمشي على زي مدار ما حضرتك الدراما. قلت هي عامله زي الطفل الصغير، لازم الاهتمام بيه وافضل عيني عليه على طول، ما ينفعش اسيبه لحظه. تمام. ايه اكتر المحاصيل الزراعيه اللي احنا متميزين بيها بقى في مصر وذات انتاجيه عاليه وبنصدرها مثلا او مطلوبه على المستوى الخارجي؟ اولا احنا متميزين بفضل الله في تصدير الموالح، البطاطس، عندنا الفاصوليا، عندنا العنب، البلح، نخيل البلح يعني. دي احنا يعني كمحاصيل تصديريه دي متميزين فيها جدا. كويس. ومطلوبه، والكنتالوب ومطلوبه في السوق الخارجي. لو احنا ربطناها بالتغير المناخ بنقول عليها بقى ظاهرة استغلال الفرص. احنا عندنا اسبانيا من الدول المنتجة للموالح. التغير المناخ والحرارة المرتفعة أثرت على الانتاجية عندهم. ربنا كرمنا وسبقنا ودخلنا في الحتة دي، فبنقول عليها رب ضارة نافعة. فنبدأ نشتغل على النقاط دي، نبدأ نزرع الصنف اللي دي الانتاجية عالية، نبدأ نشتغل، والدولة بفضل الله شغالة بان احنا بنحاول نستغل احسن الفرص لتوفير الامن الغذائي المصري. تمام. حضرتك ذكرت البلح، التمور، في سينا طبعا متميزين بيه، والزيتون اخباره ايه، وزيت الزيتون يعني هل احنا ممكن نقدر برضو نصدر زي الموالح كده ونبقى رقم واحد على مستوى العالم؟ هو احنا مشكلتنا ان عندنا بعض الاصناف اللي جت مصر هنا فيها مشكله بقالها كام سنه. نتيجه تغير المناخ بتيجي درجه الحراره بتبقى عاليه. النبات ما بياخدش احتياجاته من البروده، وبعدين الحراره بترتفع تاني اثناء فتره التزهير. في جزء كتير من الاصناف او الازهار بيقع، او يحصل زي ما بنقول عليه طقس متطرف، تحصل موجه امطار مطر زي حصل كده في ابريل. جت موجه من الامطار غسلت او وقعت الازهار من على النباتات. فالزيتون محتاج نظره كبيره جدا من الفنيين ان احنا ازاي نقدر نقف تاني على رجلنا، لان تغير المناخ ضرب محصول الزيتون والمانجا ضربه صعبه في السنوات الاخيره. صح. لذلك احنا السنه اللي فاتت المانجا فعلا كان فيها مشكله، قالوا ان نقص في الانتاجيه، اتحرقت باين. وقعت. وكان جت هي كلمه اتحرقت معناها انها وقعت يعني المحصول خلاص ضاع، يعني المحصول مش موجود يعني. كارثه طبعا. فربنا يستر. المانجا المصري دي بالذات متميزه جدا. وربنا يعدي على خير السنه دي ان شاء الله. المانجا السنه دي كويسه يا رب، وتعدي وتوصل لبر الامان، خاصه الاصناف اللي هي الاجنبيه اللي هي الكيت والكنت والنعومي. الاصناف دي بس الاصناف المصريه برضو القديمه لازال عليها الطلب، وعليها الطلب وشغاله، لكن بتبقى محتاجه حساسيه في التعامل شويه من المزارع، ان هو اي اجراء غلط بنقول عليها بقى الفكر القديم اللي انت كنت شغال عليه مش هو لازم ده. تغيره. لازم تغيره. امتى اروي، امتى اسمد، امتى اضيف، امتى ارش. يبقى عينك على النبات 24 ساعه، وعينك على القنوات المتخصصه زي ما حضرتك بتتفرجي دلوقتي. اسمع الراجل بيقول ايه عشان تروح تروي او تسمد او ترش او في كلام علمي بيتقال بقى بالتفصيل. احنا هنا مش بنأصل لكل محصول، في كلام علمي لكل محصول بنقوله. تمام. توصيه لكل محصول، روشته كده بتاخدها. أيوة. تحطها في جيبك تمشي عليها. كويس. مش بالاسبوع، ده باليوم. ليه؟ لان الجو احنا كنا زمان مصر متسمه بالمناخ الثابت اللي احنا كنا حافظينه، حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء. ده ما بقاش موجود خلاص يا جماعه. النهارده الحراره مشغلين التكييف الصبح طول النهار، وبالليل بنشد البطانيه من الجو بيبرد. صح. فاحنا بنشوف مواسم السنه الاربعه في يوم واحد. تمام. فالروشته بتتغير في اليوم في اليوم نفسه. فده اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت هتبقى مفتح عينيك طول الوقت. تمام. دكتور، اخيرا الفلاح او المزارع، حضرتك قلت روشته يعرفها، القنوات المهمه اللي هو المفروض بيتواصل مع حضراتكم من خلالها، هل مثلا في اتصالات هاتفيه، هل في زي ما حضرتك قلت بيبعتوا رسائل؟ نقولها كده برضو للمزارعين والمواطنين اللي بيتفرجوا علينا المهتمين بالزراعه، تبقى بالنسبه لهم زي اتصال مباشر بحضرتك. اولا في قناه مصر الزراعيه دي. تمام. ومديريات الزراعه، مديريات الزراعه حتى موجوده في كل محافظه، وفي جمعيات زراعيه في كل منطقه. المهندس الزراعي حتى اللي قاعد في المحطه او المكان
بيتفرج على القناه الزراعيه، حتى لو المزارع ما شافش هيقول له توصيات هتوصل له. تمام. في وسائل التواصل الاجتماعي، في صفحات لوزاره الزراعه موجوده على النت بتنزل كويس. توصيات. كويس. سواء واتس على برامج الواتس او الفيسبوك، اي applications وسيله من تانية. وسائل التواصل. عندنا خطوط ساخنه في الوزاره، او يعني غرفه عمليات بالمزارع بيتصل على وزاره الزراعه مباشره، والقائمين على الخط ده او المكان بيردوا عليه على بالتوصيه المناسبه اللي تناسبه. تمام. يعني بنتمنى طبعا يكون التواصل زي ما حضرتك قلت يوميا وفي اليوم كذا مره، لانه زي ما دكتور شاكر يعني شبه الزراعه كده ان هي عامله زي الطفل الصغير، لازم الاهتمام اليومي وناخد بالنا على طول اول باول، دي اهم حاجه. انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. مره ثانيه مشاهدينا بنشكر الدكتور شاكر ابو المعاطي استاذ المناخ بمركز البحوث الزراعيه. شكرا حضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا بنستقبل مع حضراتكم فقراتنا الفقره التاليه على طول من داخل مجزر البساتين، وفي بعض اسعار من اللحوم انخفضت حوالي 15%. هنعرف اكتر تفاصيل من خلال الفقره اللي جايه.